يا مساء الفل عليكم، اخباركم ايه؟ دي البودكاست التانية اللي قلنا هنجيب فيها ناس من الاكونت بتاعنا ومن عيلة ستوري عشان يحكوا حكاياتهم وتجاربهم. ازيك يا طلعت؟ الحمد لله عامل تمام. ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله زي مش الفل. نايم؟ مسحول. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. عايز اسالك كام سؤال كده في البدايه نبتدي نفتح بيهم البودكاست. انت ليه بتحب عالم الرعب يا طلعت؟ بص، هو عالم الرعب حاجة مختلفة شويتين يعني عن العالم الطبيعي. في حاجات دايما بتشوفها وبتلاقيها مختلفة في حاجات كتيرة. بمعنى انت مثلا ممكن شايف بني ادم ماشي في الشارع وكل حاجة، فجأة ممكن تلاقي نفسك بتشوف حاجات تانية البني ادمين مش شايفينها. فجأة تلاقي نفسك بتحتك بحاجة، يعني زي ما بيقولوا كده abnormal، خارج الطبيعة. انا بحتك مع الحاجات دي بسبب شغلي. قعدت فترة طويلة ان انا كنت بشتغل يعني صحفي تحقيقات وقضايا، وخصوصا بقى في عالم الماورائيات. احتكيت بيه كتير من وانا صغير اصلا، بس وانا صغير ما كنتش فاهم. فجأة بقى بعد كده لما كبرت بقى عندي انفورميشن والحاجات دي كلها، لقيت نفسي بحتك بالعالم ده اكتر، بقى عندي اكسبيرينس اكبر فيه. ومن كتر الاكسبيرينس انا بقيت يعني اشرح للناس ليه ما ينفعش نقرب للعالم ده. ايوه، انت ايه اللي دخلك العالم؟ يعني انت قلت لي انك امم قعدت فتره صحفي تحقيقات. ليه بالظبط. ما دخلتش مثلا صحفي في الفن؟ اشمعنى العالم ده؟ بص، مش هقدر اقول غير ان هو قدر ربنا يعني. اوكي. ربنا بيجهز الواحد لحاجه، تمام، ممكن يكون سبب في توعيه الناس. هو مر بالاكسبيرينس دي، بس لانه لازم يكون حد مر بيها عشان يقدر يوعي الناس. زي مثلا يقول لك ايه، حد ادمن وبعد كده بقى هو بيساعد الناس على الاقلاع من الادمان. ففكره ان حد يخش عالم الرعب دي بتخليه بعد كده ينصح الناس ان ما يخشوش عالم الرعب. بيديهم الاكسبيرينس بتاعته اللي حصلت الفتره دي كلها، زي ما بيقولوا كده ايه، في كبسوله 20 سنه في نص ساعه. يعني ده كان مصطلح انا شفته، بس فعليا هو ده اللي بيحصل. ان انت فجاه بتلاقي نفسك بتنصح الناس: يا جماعه ما حدش يخش العالم ده، حصل لي 1 2 3 4 5 6 نتيجه كذا 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 كذا. فبتبدا تلاقي نفسك انت بتنصح الناس انها ما تخشش عالم الرعب ده، ما تخشش عالم انها تدور ورا الدجل والسحر والشعوذه والحاجات دي كلها، لان كل ده مميت، ده عالم محرم. في ناس اضطرت انها تحتك بيه، وفي ناس احتكت بيه غصب عنها من غير اراده ليها. فده نوعيه، انا زي ما بتقدر تقول كده ايه، من النوعيه التانية، احتكيت بالعالم ده من غير اراده. ازاي؟ ازاي؟ الموضوع بدأ من وانا صغير. يعني كنت اشوف مثلا حاجات بتعدي في الشقه، حاجات بتروح، حاجات بتيجي. طبعا كاطفال لما كنا بنروح نحكي لاهالينا يقول لك لا ده بيتخيل، الاطفال خيالهم واسع، ده كذا ده كذا ده كذا. بعد كده لما كبرت وعرفت، فجاه لقيت العالم ده بيشدني ليه. طبعا زي ما بيقولوا كده كنت شباب بقى ومطيور والدنيا سداح مداح مفتوحه. فجاه لقيت نفسك في عصر بدايات الانترنت، ان بدات كل حاجه معاك. يعني لقيت نفسك ان انت بتطلب اي معلومة، تلاقي عم جوجل جايبها لك، اللي هو اتفضل يا حبيبي دي الهدية بتاعتك. لقيت الانفورميشن. طيب في الوقت ده ما كانش حد موجود يقول لك الانفورميشن دي صح ولا غلط، اللي انت بتعمله ده صح ولا لا، هيوديك لفين، بدايته ايه واخرته ايه. فتلاقي نفسك ان انت تعمقت في العالم ده، بدأت تحتك بالعالم ده. بعد كده بدأ لما بقيت في الجامعة وبقى في عندي تدريب وبنزل صحفي تحقيقات وقضايا و ففجأة لقيت نفسي ان انا بحتك مع العالم ده بشكل اكبر. بحتك ان انا بشوفه سحرة مختفين، لقاءات معاهم، مع دجالين، مع كذا مع كذا. بدأ عندي وعي وادراك اكبر للعالم ده. في تجارب كتير حصلت معايا، يعني تجارب مميتة. زي ما بيقولوا كان ما بيني وما بين الموت شعرة، وما بيني وما بين الجنان شعرة. زي ايه طيب؟ تجارب لا تعد ولا تحصى. طيب انا كده كده هرجع معاك على موضوع التجارب التي لا تعد ولا تحصى، بس ايه الفرق ما بين صحفي تحقيقات مهم. وشخص مثلا عادي زي مغرم بالرعب؟ في فرق كبير. صحفي التحقيقات لما بيروح بيدور على المعلومة، بيدور على المعلومة من كذا اتجاه. ما بياخدش الحاجة من مصدر واحد، ان هو بياخدها من فلان فقط، لا، لازم فلان وعلان و ويجمع مصادر، لان دي مفروض انها شغلته ان هو زي ما بيقولوا كده بالبلدي ايه، بينكش على المعلومة. فانا لازم اقعد ادور على المعلومة دي كصحفي تحقيقات وقضايا. وبالمرة انا ما كنتش صحفي ككتابة، انا كنت صحفي مصور. يعني انت بتنقل الصورة نفسها. مصور صحفي، فده كان اوكي. موضوع يعني اكبر بكتير. الكتابة مع كامل احترامي للزملاء وتقديرا لجهودهم وكل حاجة، بس
لا انا اقدر اشتغل من غيره ولا هو يقدر يشتغل من غيري، فكان لازم في تكمله، كل واحد فينا بيكمل التاني. فانا كنت بشوف حاجات يعني ما ينفعش انها تتعرض. لو اتعرضت هتلاقي القناه كلها سلام عليكم واحنا ورا الشمس. من الحاجات المرعبه دي في حاجات كتير. لكن الشخص العادي لما بيخش يدور على المعلومه بيدور من مصدر واحد، ما عندوش القدره ان هو يدور على المصادر او يدور هنا ويدور هنا ويقدر يعرف مين المصدر الصحيح ومين المصدر المضروب، زي ما بيقولوا كده بالبلدي او باللغه العربيه الفصحى، لا يستطيع التفرقه بين المصدر صحيح المعلومه والمصدر مغلوط المعلومه. فتلاقي ده بيقول له معلومه كذا وده معلومه كذا، طب مين فيهم الاصح؟ كشخص عادي بيحابب المجال ده وبيدور هيخش يتفرج هيلاقي مخطوطات بقى مكتوبة ومش عارف ايه ومش عارف ايه، يعتقد ان ده سحر حقيقي، ولكن هو الموضوع يتفوق على كده بكتير. امتى ادركت الموضوع ده؟ المصادر بتاعتي صح او خاطئة بعد تجارب. قد ايه يعني مثلا هقول كام سنه تجربه في عالم تحقيقات الرعب او تحقيقات الجريمه مثلا؟ بص قعدت يمكن 4 سنين جامعة، وبعدها سنتين جوه مصر وسنتين تاني برا مصر. 4 6 8 بالظبط 8 سنين. 8 سنين 8 سنين اه جوه مصر، اللي هو يعني اللي هو زي ما انت قلت في السعوديه. بالظبط. الرعب مختلف ما بين في مصر والسعوديه، ولا هو كاجمالا عشان ثقافتنا العربيه هي؟ لا هو تقدر تقول في تشابه بنسبة 80%. ممكن بتختلف المسميات. اوكي. يعني المسميات طبقا للثقافة واللهجة بتاعت كل منطقة بيختلف المسمى. بيختلف المسمى من ده لده من ده لده لده. تمام. يعني مثلا في السعودية بيقول لك ابو فانوس. تمام. طب احنا عندنا هنا في مصر يقول لك الضلال. ايه الضلال ده؟ الضلال ده عبارة عن هو جن بيطلع بيبقى ماسك فانوس او ماسك مصدر نور وانت ماشي في الصحراء بالليل. ده بقى مهمته ان هو يضلك ما يودكش للطريق الصحيح. غيره من النور؟ ايه غيره من النور؟ حاجة قريبة منها، ولكن انا بكلمك في زي ما بيقولوا كده ايه المذكر منه. بس في فرق بينهم؟ نفس الوظيفة. بيتوهك؟ بالظبط. ليه توهك؟ يتوهك عشان يقدر يستفرد بيك زي ما بيقولوا. انت بالنسبة له تبقى فريسة سهلة في الصحراء، اللي هو زي ما بيقولوا كده ايه انت رايح له بيته. فبيقدر يلعب معاك بقى هناك، يوريك اللي عمرك ما شفته. انت شفت حاجة حقيقية؟ يعني وصلت لمرحلة في التحقيقات ان انت شفت مش الجن حقيقي او حاجة مرعبة حقيقية؟ بص بالشكل الحقيقي اللي يقولك انا شفت الجن بشكله الحقيقي ده كذاب. محدش بيقدر يشوف الجن بشكله الحقيقي. واللي بيقولك انا شفت الجن بشكله الحقيقي ده لا يعتد بشهادته ابدا. ده لا يعتد بشهادته. ليه؟ لان اللي بيقدر يشوف الجن بشكله الحقيقي كان اخر حاجة هما الانبياء. بعد كده لا، بعد كده محدش بيقدر يشوفهم بالهيئة الحقيقية بتاعتهم. لكن ممكن يتجسد في العالم بتاعنا، يتجسد بشكل اللي هو المادي زي ما بيقولوا كده ايه، يخضع لقوانين ثلاثية العالم ثلاثي الابعاد، اللي هو العالم اللي احنا عايشين فيه اللي هو طول عرض ارتفاع. فبتبدأ القواعد الفيزيائية بتاعت العالم بتاعنا تنطبق عليه، لانه انتقل من عالم الى عالم. خواصه الكيميائية والفيزيائية اتحطت تحت قدرة القانون بتاعت العالم الثالث اللي هو اللي احنا عايشين فيه. فبيقدر يتشكلك بأي شكل. ممكن يتشكلك في شكل طفل، ممكن يتشكلك في شكل امرأة جميلة، امرأة قبيحة، رجل جميل، رجل قبيح، ايا كان الشكل. ايه الفايدة من ان انا لو جيت عايز اخش العالم ده انا هستفيد ايه؟ بص العالم ده كحد لسه بيبدأ ما تخشش العالم ده. العالم ده فيه حاجات تفوق عقلك، هتبقى مدمرة للعقل. دي اول حاجة من الناحية العقلية. ولكن من الناحية الدينية هو محرم في الديانات السماوية بشكل كامل، ومحرم في الديانات البشرية اللي تم ابتداعها عن طريق الإنسان. يعني زي البوذية وزي الهندوسية والقصص دي. بالظبط. لكن انت لما بتيجي تخش العالم ده فجأة تلاقي نفسك بتحتك بيه، لازم يكون عندك معلومات على الأقل زي ما بيقولوا كده ايه، معلومات عن القشرة من بره، لكن ما تتعمقش جواه.
اللي هو مثلا زي ما ايه تلاقي اهالينا لا ما تتنططش بالليل مثلا في كذا، مثلا قبل ما تخش سريرك سمي الله قبل ما تخش الشقة، الاذكار، الحاجات دي كلها بتديك معلومات ليه الحاجات دي اتقالت. مهم. تمام. ليه الحاجات دي اتقالت؟ فدي بتختلف. ان انت تخش في العالم ده بقى بشكل موسع وشكل اكبر، لا ده مدمر. ده مهم. مدمر على الناحية الدينية فهو كفر، وعلى الناحية البشرية فهو انت كده بتقول لعقلك باي باي. للدرجه دي الموضوع حتى لو انت هتتطرق ليه عقلك مهم. مش هيستحمله؟ بالظبط. عقلك مش هيستحمله. ايوه بس انا راجل ساحر مثلا، ما انا ساحر لا وليه الساحر ده بقى منطق اخر خالص. ازاي؟ ده معنى ده زي ما بيقولوا كده بالبلدي عقله سايح من الاساس مش موجود. مهم. عارف انت اللي هو بيقول لك ايه مقولة اين كنت عندما وزع الله العقول؟ قال لك انا كنت في الحمام. هو ده. ده عشان هو دخل الطريق ده ولا عشان اللي شافه من الطريق ده؟ لا عشان اللي دخل في الطريق ده واللي هيشوفه. ايوه الراجل بالنسبه له انا عايز ابقى ساحر، فبالنسبه لي احقق كل ما هي حاجه. الفكرة في ايه اللي بيخلي معظم الناس انها تروح للسحر؟ اوكي. 3 حاجات. اما ان يكون عنده عقد نفسية وهو صغير، عقد النقص والتهميش وفجأة بيلاقي نفسه بيسعى للسلطة والقوة، وده طبعا ابليس بيوهمك بيها او بكل الفلوس سهولة. على الاقل. او الفلوس. تمام. لان برضو الفلوس مصدر من مصادر القوة. النقطة التانية اللي بتخلي معظم الناس تخش العالم ده هو شايف ان هو عالم، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، عالم خيالي اقدر اعمل اللي انا نفسي فيه. فجأة يكون ليا خدمة وعشيرة واستكشف العالم ده، وفجأة يطلع لي عفريت يطيرني وعفريت يجيب لي فلوس. فكل دي خزعبلات. مهم. يعني الموضوع ما بيبقاش كده بأي طريقة كانت. حلو. الحاجة التالتة ده بيبقى شخص الشيطان لعب بدماغه. ازاي؟ ازاي؟ بيوهمه ان العالم ده حلو وجميل وهيبقى ليك طاقة وسلطة ونفوذ زيه زي النوعية الأولى. مهم. بس النوعية الأولى دخل عن طريق زي ما بيقولوا كده أمراض نفسية، مهم. أو تروما، حصلت له تروما في حياته، مواقف أثرت على نفسيته خلت شخصيته مهزوزة. فشاف إن أنا لما أجي أخد الطاقة دي هعمل الحاجة دي، لا أنا هيبقى ليا برستيج واعتبار والناس تخاف مني و بيحاول يملأ عقدة النقص اللي كانت موجودة عنده. في بقى نوعية اللي بيخش بقى عشان الفلوس، مهم. يعني دي نوعية تانية والعياذ بالله منها. هو طبعا والعياذ بالله من 3 فئات دول، لأن ال3 فئات دول ضالين ومضلين. مهم. يعني هو مش بس ضل طريقه، لا هو بيضل الناس. مهم. فدي فئة متدمرة. انت وقع تحت ايدك كتب من الكتب اللي احنا عارفينها او كتب سحر؟ بص اقدر اقول لك ولا في نفس الوقت. بمعنى؟ بمعنى الكتب اللي كانت بتقع تحت ايدي كان في منها فعليا كتب اصلية، اوكي. وفي منها كتب كتير فيك. حلو. في منهم اسماء احنا عارفينها. طبعا في اسماء احنا عارفينها، ماشي اوكي. بس انا مش هقولها قدام الناس في البودكاست عشان ما حدش يخش يدور على الكتب دي ما تاني. انا ده بيفرقوا. بالظبط. مع دي حاجه من الحاجات الخطر بالنسبه للعالم ده، لانه ممكن بالصدفه حد فيهم يقع في نسخه اصليه، فساعتها ده اتحكم عليه بالهلاك. خلاص كده زي ما بيقولوا ايه، قضي الامر يا شعلان. خلاص هو كده حكم على نفسه بالموت. مهم. الجزئيه التانية اللي اقول لا، ان لما كان بيقع في ايدي كتب اصليه زي كده انا كنت لازم اتلفها. ايوه بس التلف ده ممكن يأذيك. مع الاتلاف عن طريق حد ثقة وشيخ هو اللي بيقدر يتلفها، وبنتلفها واحنا موجودين سوا، مش ان انا اسلمه الحاجه هو مش واقول له بياخدها اتلفها. يعني هو مش بياخدها يتصرف فيها ولا بتلفها قدامك؟ بيتلفها قدامي. بيتلفها قدامي. بيبقى تلفها عباره عن ايه؟ بص الاتلاف بتاعها طبيعته اول حاجه هي قراءه القران الكريم. تمام. تاني حاجه قبل ما بنعمل حاجه زي كده احنا بنكون محصنين نفسنا كويس، تجنبا يعني زي ما بيقولوا ايه، فجاه تلاقي عفريت معدي انت من ومين؟ ورا قفاك. انت هو بس يعني ولا؟ انا وهو بس. انا افتكرت يبقى في اكتر من حد يعني. لا انا وهو بس. يعني مم. الشخص ده انا اثق فيه ثقه عمياء، لان هو اوريدي عارف فعليا الحاجه دي لو تسربت لحد ممكن تغير نفسه. مم.
ولذلك لما بنيجي نتلف حاجه زي كده لازم تفضل مقفوله، ما بنفتحهاش. وقت الاتلاف لازم تفضل مقفوله. فالاتلاف بيكون عباره عن ايات قرانيه وبعدها ميه بملح، تمام، بحيث ان لو في حاجه داخله الابطال بتبطل على طول. بعد كده المرحله الثانيه من هذا الامر هو ان احنا بنحرقه او بنحطه في مفرمه كتب. بس لازم اقول اللي هو الملح والابطال والكلام. بالظبط. يعني الخطوات دي اللي يحكي عنها الشيخ اكتر هو اللي فاهم فيها اكتر. يعني هو دي زي ما بيقولوا كده دي شغلانته. انا بالنسبه لي لما بلاقي حاجه زي كده بتصل بيه، شيخنا في كذا 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 وقدامي كذا كذا كذا، انت لقيت كتير اجيبه لك ولا تجيني انت؟ ففي الغالب انا بروح له. اشمعنى انت بتروح له هو مش بيجي لك؟ بالنسبه لي انا ده وسيله المواصلات اسهل. مش لسبب معين. لا. انا بالنسبه لي اسرع ان انا اروح له. انت لقيت اعمال قبل كده كتير، خصوصا في حملات تنظيف المقابر. ايه الموضوع يعني؟ هل حملات تنظيف المقابر اللي كنت بتروحها كصحفي ولا كمتطوع؟ الاثنين. ايه الفرق؟ ولقيت ايه يعني لما انا اجي اقول لك والله انت كراجل صحفي في التحقيق في التحقيقات رايح حمله تنظيف المقابر، انا عايز اسالك سؤال. هو الموضوع ده اصلا ابتدى بقاله قد ايه؟ يعني احنا من امتى بدانا نسمع عن حاجه اسمها حمله تنظيف المقابر؟ بقالنا قد ايه نسمع عن الموضوع ده؟ بص، هو الموضوع ما كانش متشاف اعلاميا. يعني الموضوع من زمان. اوكي. من زمان، يعني في شيوخ من زمان متطوعين لهذه الامور دي فعليا، ان هو ينزل وينظف المقابر. يعني مثلا هقول لك على موقف من المواقف، بس دي انا كنت نازل كمتطوع. سلسله فضه، تمام، مش سلسله صغيره اللي بتتلبس، لا سلسله طويله، سلسله فعليا معموله من الفضه، متعلق فيها 60 سحر لشخصيه ما. حد معمول له 60 سحر. 60 عمل واحد بالظبط. ما تفهمش ده بيحقق التارجت بتاع المبيعات. طب الشخص ده انتوا عرفتوا عنه حاجه؟ الشخص دورتوا عليه حتى؟ الشخص ده دورنا عليه. بعد كده الراجل ده كانت حياته مش بيقولوا متدمره، هو ما كانش موجود في الوجود. يعني تعبير مجازي ان الراجل ده حياته باظت خالص. مين اللي كان عامل له الحاجات دي؟ ما نعرفش مين اللي عامل له الحاجه دي، عشان ما بقاش كداب. انا ما اعرفش فعلا مين. مش هقول لك لا انا عارف لا، ما اعرفش. اللي ما اعرفوش بقول ما اعرفش مين اللي فعليا عامل الموضوع ده. وانتوا قدرتوا توصلوا له ازاي؟ قدرنا نوصل له لان كان مكتوب الاسم ثلاثي وكانت محطوطه صورته. وطبعا انتوا عرفتوا انه كان معمول له حاجه؟ هو اهله عرفوا بعد ما هو فاق، لان الراجل ده كان بقاله 8 سنين غيبوبه مش موجود. هو كان في ملكوت الله زي ما بيقولوا كده. يعني انتوا بتلاقوا في حملات تنظيف المقابر اعمال كتير قوي، اشمعنى ده؟ ده اكتر تارجت زي ما بيقولوا كده كلام شركات. ده اكتر تارجت شفناه. ده داخل في جينيس ريكورد. 60 عمل. 60 عمل، ده جينيس ريكورد ده. هل في اعتقادك يعني ان 60 عمل دول من شخص واحد؟ لا اظن، ما اظنش. بس تقريبا كلهم كان حاجه مشتركه ان هم بيشتركوا مع نفس الساحر. يعني عارف انت اللي هو اشتراك النادي، هم عاملين هم عاملين اشتراك مع ساحر واحد. يعني يبقى انت كده عندك اكتر من دليل ان معظم اللي عاملين الحاجات دي يا قرايبه يا من نفس قريته. الله العالم مين، يعني ما اكدبش عليك. بس هم تقريبا كان عندهم اشتراك نادي، تمام، تحس ان هو كان يعني عامل ايه، جيم. هو عامل جيم للعفاريت. تمام، خش اشترك. ابتدى عندنا 12 عمل في السنه وخد عليهم 3 عفاريت هديه. طيب ده حاجه انت شفتها كمتطوع، انما كصحفي بقى ايه اللي حصل؟ لا ما اقدرش احكي دي. حاجه بسيطه، حاجه ممكن تتحكي. بص هحكي لك حاجه بشكل شخصي بعيدا عن الشغل، تمام. يعني زي ما بيقولوا كده ايه، استبعد حياه الصحفي. انا هكلمك كاحمد. انت ليه يعني حاجه كصحفي ليه ما تقدرش تحكيها؟ ما ينفعش خالص، ما ينفعش الافصاح تماما، لان دي حاجه كانت في شروط الكونتراكت، فانا ستيل ملتزم بيها. في شروط الكونتراكت كراجل صحفي في باب ما وراء الطبيعه ولا في الجريده عموما؟ بشكل عام، ان جنرال.
يعني انت عارف الصحفي ما بيفصحش عن مصادره. مش المصادر بس. مهم. دلوقتي انت كنت في حمله تنظيف المقابر، حلو. احنا قلنا كمان متطوع. بص شفت تقدر تقول انا نزلت في حملات تنظيف المقابر، نزلت اكتر من 100 مره، منهم 3 4 كصحفي، فتقدر تستبعدهم لان كانت الحاجات عاديه. لكن انا هحكي لك اللي بيحصل انا بقى بشكل شخصي، اللي هو يعني انا سيد قراري اللي هو احكي او لا احكي. مهم. يعني في حمله انا فاكر في مره نزلنا فيها، طبعا انا مش هقول اماكن. لا بلاش. بالظبط، مش هقول اماكن او اقول اسماء شخصيات. لا بلاش شخص بقى، بالظبط. ممكن تقول لي اماكن. لا ولا الاماكن ولا الاماكن، عشان ما حدش يكون عنده فضول، وزي ما بيقولوا كده فضول وتطفل قاتل يروح يدور في المكان ده. مش هنقول اماكن ولا اسماء شخصيات. يعني انا بقولها حرصا عليهم. الناس على الناس اللي بتتفرج علينا على البودكاست. تمام. انا ممكن اقول لك ابسط حاجه هنا 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 هنا. طب الناس دي هتروح تدور، الناس دي لسه ما عندهاش درايه وعلم، ممكن يطلع لهم واحد مثلا دجال او حاجه يضحك عليهم، يلعب بعقلهم وهم رايحين يدوروا، مهم. فيبقى انا شلت وزر ان انا ضيعته. فافضل ان انا ما اقولش الحاجات دي. طيب الأماكن. ناخد التجربه من غير لا اسماء ولا اسماء اماكن. بالظبط. كصحفي. لا كاحمد، بعيدا عن صحفي. ماشي. تمام. خلي بالك هقول لك على حاجه كاحمد، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، فيلم سو. تمام. اما كصحفي لا، ده مجله ميكي. لو هتقارن ما بين اللي شفته كده واللي شفته كده، لا كانك بتقارن ما بين فيلم سو ومجله ميكي. طيب اكتر حاجه انت شفتها رعبتك كاحمد في حملات تنظيف المقابر؟ كاحمد في حملات تنظيف المقابر، بص، شفنا حرفيا نص جثه متحلله والنص التاني لا. في المكان اللي فيه المقابر بالظبط. نص جثه. نص جثه سليمه والنص الجثه التاني متحلل هيكل عظم. هل كانوا جنب بعض ولا بعيد عن بعض؟ لا نفس الشخص. يعني الجثه دلوقتي نصين. نصين. هو جسم واحد. ايوه في نفس المكان. في نفس المكان. منفصلين عن بعض. لا مش منفصل، نفس الشخص المتوفي. مش مقطوع. مش مقطوع، نصه سليم والنص التاني متحلل. النص اللي فوق هو اللي سليم؟ لا ده المتحلل. طب ليه الجسد ما اتحللش كله مثلا؟ نتيجة ان في سحر، ان احنا استخرجنا السحر ده من قلب الجثة. طيب الجثة دي كانت مرمية في التراب كده؟ لا مدفونة تحت. ثانية واحدة، يعني ده ميت واتدفن في بقه حاجة؟ تقدر تقول بقه، تقدر تقول. هو اصلا ليه يتم وضع عمل في بقه ميت؟ لان محدش هيدور على وراها، ده جثة نزلت محدش هيفتح عليه تاني، محدش هيخش يجيب العمل من بق الميت. بالظبط. الكل ده فاكر عشان طقس معين او حاجة معينة؟ لا هو ليه طقوس معينة، ان ده من يعني ان انت بتنتهك حرمة العالم الاخر، انت بتنتهك حرمة الموت. ان انت بتحط عمل في الناحية في شخص رايح للعالم الاخر، تمام، انت بتنتهك حرمة وقدسية العالم الاخر. فدي مرعبة، دي مرعبة في حد ذاتها. ويمكن في الاعمال والاسحار ان دي تعتبر من اشد الحاجات اللي ممكن تعملها. طب الجثة دي بقى تحكي لي ايه اللي حصل؟ هو زي ما قلت لك مش هقدر اكمل اكتر من كده لحرمة الميت. خلينا ماشي، بس على الاقل يبقى في تفاصيل. يعني انت دلوقتي قلت لك قصه موجود فيها عمل بالظبط، الجثه متحلله بس. لا يعني دي حاجه من الحاجات اللي خوفتني، لان كنت ساعتها لسه في البدايه. بس بعد كده شفنا حاجات ابشع من كده بكتير. كل ده كاحمد ونحط تحتها 1000 خط كاحمد. بالظبط، ده كاحمد. في حاجات مرعبه اكتر من كده. لك ان تتخيل ان انت تخش تلاقي ميت جسمه بالكامل موجود، وعلى الرغم ان هو تم دفنه من 12 شهر بس ستيل جسمه زي ما هو. طبعا حد هيطلع يقول لي طب ما ده ميت شهيد او ربنا راضي عليه. لا سوري معلش في كلمه، ده جسمه كله ازرق من اوله لاخره، ازرق بالظبط. انتوا فتحتوا عليه؟ وايه السبب؟ فتحنا عليه لان لقينا كميه حشرات غريبه طالعه من الكفن ده. يعني هو اوريدي اتدفن وانتوا بقى بيطلع حاجات من بالظبط. في حاجات غريبه حصلت.
يعني جسمه زي ما هو. وجسمه زي ما هو. يعني انا لولا حرمة الموت كنت شرحت اكتر، بس لا ما ينفعش، في حاجات مرعبة اكتر من كده بكتير كمان. الموضوع غريب. بص هو الموضوع مش غريب، فكرة ان انت بتنتهك العالم الاخر ده في حد ذاتها قمة الرعب. ما جربتش الكتب اللي وقعت تحت ايدك حتى تفتحها وتقراها؟ خالص. انت عملت مع صحرا يا احمد؟ انت كنت تحكي لي حكايه في اللايف، بس انا هي اتحكت في اللايف، بس انا محتاج تفاصيل. يعني هضحكك، بالتفاصيل بقى. هقول لك لا انا هقول لك على موقف كوميدي. آه. يعني ده كان بداية الصحراء والدجالين. ليا صديق عزيز برضو كان معايا. بعد اللقاء ده الراجل استقال، قال لك انا مش هشتغل. تمام. رحنا كان قال لك ايه، المفروض نروح لدجال ونعمل معاه لقاء بشكل خفي، على انكم ناس محتاجه علاج يعني. بالظبط. زي ما ريهام سعيد وبعض الناس بتعمل يعني. بص تجربة محمد هنيدي فعليا هي دي اللي حصلت. اوكي. المهم رحنا، الراجل اول ما دخلنا تمام بص لنا كده، تعالى يا احمد يا ابن فلان وفلانه، تعالى يا فلان يا ابن فلان وفلانه. والله العظيم لقيت صاحبي ماسك فين بيقول لي قوم بينا نمشي. عارف انت ضربت الكوميديا معاه. داخلين على ان اساسا الراجل ده دجال ونصاب. اتفاجئنا بقى ان الراجل ده ساحر بجد. طيب الراجل ده كان في فين؟ اديني محافظه، ما تدينيش مركز، لان انا متاكد ان الناس دي ما بتبقاش في المحافظه نفسها، بتبقى في مركز جوه قريه جوه محافظه. طيب هو في الجيزه، محافظه الجيزه. بس الجيزه مش محافظه اقليميه يعني. لا في محافظه الجيزه. الناس اللي يعني هتشوفنا هتحاول زي ما بيقولوا كده ايه، تنبش ورانا شويه. في الجيزه في الاطراف، في اطراف الجيزه يعني العياط، كرداسه او الهول. ما انت مش هتريحني، ما انا عارفك. بالظبط. ايش بعدين؟ بالظبط. يعني احكي لك الحكايه، انت في الدائري وانا في الصحراوي. انا عارف مش هتريحني. بالظبط. فقعدنا مع الراجل ده. الراجل ده قال انا عارف انتوا جايين ليه، جايين عشان تعملوا كذا وكذا 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 وكذا. عارف انت اللي هو ايه، ناقص يطلع لنا رجل معزق زي دي. خلاص ما هو عارف كل حاجه. تمام. احنا قاعدين مرعوبين وفي نفس الوقت يعني انا مش هقول لك بقى ان انا اللي كان بيمشي على السقف من شدة قلبه ميت بقى لا انا كنت قاعد مرعوب. طب عمك وايه، انتوا المفروض هو عارف ان انتوا جايين تعملوا معاكم صحفي على انكم على ناس عاديه. بالظبط. هو عارف، لان عارف الموضوع كله. تمام. ازاي ما تسالنيش. عارف انت اللي هو انا روحت بعد القعده دي من كتر الرعب انا كنت بعصر الفانيلا. هو ما اتكلمش معاك في حاجه؟ اتكلم بقى معانا بقى، ما انا عايز اعرف بقى. هنا بقى الراجل قال لنا بصوا انتوا لسه شباب صغيرين، انا بقول لكم نصيحه، محدش يخش العالم ده. فبنقول له ليه، عايزين نفهم. الراجل ده قعدنا معاه ما يفوق 14 ساعه. لك ان تتخيل ان جهاز الزوم الكارت بتاعه يتملي. انتوا صوت صوره ولا صوت بس؟ ايه صوت بس. اوكي. تمام. كنا حاطين الزوم في شنطه فجاه لقينا الزوم تي 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 فل. هو خلاص طبعا الراجل يعني عارف، فحطينا الجهاز الزوم قدامه، كارت 512 بقى فل. الراجل قاعد يتكلم معانا في جميع انواع التفاصيل، ايه اللي بيعمله عشان يعمل كذا، وايه نوع السحر الكذا، وطقوسه و بص مش هقول لك ان انا ما كنتش مبهور، لا كنت مبهور فعليا، لان بالنسبه لي كانت ساعتها كمعلومات كشاب صغير واحد بقى في بدايه حياته كده زي ما بيقولوا ايه، لسه اخضر، واول مره يستوعب كميه المعلومات دي وحد يشرحها له بالتفاصيل والتعمق ده. فانا كنت قاعد بسمع. يعني انا اوريدي ستيل فاكر لحد دلوقتي كل حرف قاله. قال ايه؟ قال ايه؟ قال حاجات كتير عن انواع متفرقه من الاسحار وايه اللي بيجرى وهنا وهنا، انواع متفرقه. لو قلت لك اكتر كلمه فضلت معاك وفضلت مركز فيها لحد دلوقتي، اكتر حاجه، بص هو انا هقولها عادي لان محدش، حتى لو الناس دورت برضو مش هتعرف الطريقه الفعليه بتاعتها. هو سحر جهنم. ايه سحر جهنم؟ بص يا سيدي، نبدا بقى كده ايه زي ما بيقولوا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، عشان محدش يتاذي.
سحر جهنم هو ابشع انواع الاسحار اللي ممكن تشوفها في حياتك، لان ده سحر لا يتطلب وجود الجن من اساسه. من مين اللي بيقوم بهذا العمل؟ اللي بيقوم بيه مش اي جن عادي، بيقوم بيه سحرة الجن او ابليس بذات نفسه زي ما هو، يعني ده اللي بيقوم بيه. محدش يقدر يعمله. لو حد من الجن العاديين عملوه هيتحرق فورا، لان لا جسمه ولا قدرته ولا طاقته تتحمل هذا الامر. فكان مين اللي يقدر عليه؟ ابليس او سومية ابو الجن او سحرة الجن فقط. طبعا سومية ابو الجن هو مسلم فلن يقوم بهذا الامر، فمين يقوم به؟ ميسيو ابليس هو اللي يقوم به، او سحرة الجن. ده فضل معلق معايا لان قال لنا على التفاصيل بتاعته من اولها لاخرها. قعدت انا فاكر ساعة 23 دقيقة بيشرح في الجزئية دي فقط. كان الموضوع مرعب لأقصى درجة وبيشدك بطريقة كبيرة جدا، ان انت قاعد بتسمع الشخص ده وهو بيتكلم وبيشرح لك بكل تفصيل، لدرجة ان هو في هذا الوقت الراجل ده شرح لنا امتى نلاقي العمل ده صح ولا غلط. يعني ايه صح ولا غلط؟ بمعنى ان انت لما بتيجي تعمل سحر وبيبقى فيه سحر ارقام، ده بيبقى اسمه علم الاوفاق. فالراجل جاب لنا ورقة وقلم وشرح لنا فعليا امتى الرقم ده مع كذا ومع الرقم ده مع انهي حرف وفي انهي وقت وكذا وكذا وكذا، وبنستخدمه في ايه وهنستدعي مين وهنعمل ايه وايه 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 شروطه وايه الاضاحي بتاعته ان انت تقدر تعملها. طب ايه اللي الساحر بيعمله كحاجة كاسترضاء للجن او لملوك الجن. فبدأ يشرح لنا علم الاوفاق، فبدأ يفهمنا. بقيت ابص دلوقتي اقدر اعرف اذا كان العمل ده صح ولا غلط. وانا مش بفتخر بحاجه زي كده عشان ما حدش يقول لي لا ده بيفتخر ان هو كذا وكذا وكذا. انا عايز اقول ان دي لعنه وحطت عليا. خلاص انت حد اداك علم فانت اوريدي بقيتش عارف تتخلى عنه، فانت بقيت بتبص الموضوع بالنظره دي بالظبط. لو انت مش قادر تتخلى عن ان هذا العمل صح او غلط او فيك او مش فيك بالظبط فانت بترد عليه. بس وكمل. دي ليها نقطه مهمه قوي. تمام. ان انت تشوف حد ده جايب كتاب سحر وقاعد عمال يهزر ويضحك، انت عارف ان هو فيك. لكن لما تبص وتلاقي حاجه حقيقيه، هنا يبدا الرعب فعلا يدب في قلبك من جوه. عارف انت اللي هو تلاقي قلبك رافع الارم يا عمنا اللي قاعد فوق انت كمخ، لا في مصيبه احنا داخلين عليها. اللي هو بيرفع الرايه الحمراء احنا داخلين على مصيبه، او رايه سوداء اللي هو شكرا احنا في المصيبه ذات نفسها. فاكر السحر اللي حكيته لي؟ تفاصيل بقى عشان انا مهتم جدا بالتفاصيل. طيب الراجل ده كان فين؟ في ارض الله. ارض الله. بس كان فين في مصر؟ طيب يعني قول لي بس هو كان فين في مصر؟ تاني بنزينة شمال في ارض الله، هتلاقيه موجود هناك. ما اديني معلوم. ما ينفعش. طب محافظة؟ ما احنا قلنا في القاهرة. منطقة؟ تالت شارع بعد البنزينة في ارض الله. بيريحني حتى اديني حتى بريف صغير. ما ينفعش صدقني والله. طيب احكي لي اللي حصل. طبعا انا مش هقول لك منطقة. ما انت مش تريحني عشان موضوع منطقة خالص. ده انا حتى اجيب لك شاي بالقرنفل. بص هقول لك على حاجة، لو جبت شاي بالقرنفل واربعة سحرة تمام ووجبة كومبو انسى برضه مش هقول لك. ليه؟ اول حاجة يعني ده واحد في اعداد الاموات. ماشي اوكي. حرمة ميت. تاني حاجة زي ما بيقولوا كده ايه اللي ستروا ربنا ما فتحوش انا. يعني الموضوع كان ملموم على اهالي المنطقة فمش عايز افتحه. طب انت رحت كصحفي صح؟ والله بص ميكس يعني ما بين صحفي على احمد. طيب كصحفي هقول لك انت رايح عشان شغلك، احمد راح يعمل ايه؟ هو احمد اصلا كان ماشي في المنطقة دي تمام، بدور على صورة معينة كده في خيالي، فجأة لقيت الموضوع مش عارف ايه. هي منطقة اثرية يا احمد؟ ايه منطقة اثرية؟ لا منطقة عادية خالص. شعبية؟ منطقة شعبية. اوكي ماشي. فانا بدور على صورة معينة في دماغي تمام، لان زي ما بيقولوا كده بحب اعمل بروجكتات لنفسي وبعمل تارجتنج وتريننج في التصوير، فقلت انزل ادور. فالمهم لقيت الدنيا زحمه ومش عارف ايه، واتصادفت بواحد صاحبي هناك
فبقول له هو في ايه؟ قال لي فلان الفلاني ده دخل وما طلعش بقاله فتره. فبقول له ايوه فلان الفلاني ده بيعمل ايه؟ قال لي ده كذا 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 كذا. شرح لي الموضوع. فكلمت حد، قال لي طيب خلاص تمام، اطلع صور وشوف الموضوع فين. ودي كانت النكبه السوداء عليا. اسبوع كامل من غير نوم. يعني انا بحكي بقولها كده بشكل عام، انا اسبوع كامل من غير نوم. ده بعد الشقه؟ اه. مين داخل الشقه؟ بص خلينا كده نتكلم بقى. مم. المفروض ان انت جيت بتقول ان الشخص ده قاعد في الشقه فتره ما طلعش، بالظبط. بالتالي انتوا الناس اقتحمت الشقه ولا بعد ما بلغت؟ لا، بعد البلاغ. يعني هم بلغوا الشرطه طبعا. واقتحموا الشقه. اه. كان بقاله قد ايه ميت؟ كان ميت بقاله تقريبا سكه 10 ايام او حاجه. أوف. لا، ما هو الموضوع ارعب من كده، مش أها. فكره ان انت هتخش هتشوف جثه متحلله. لا، السسبنس جاي. طيب يعني انتوا بالصدفه انت كنت هناك اه. والشرطه جت فطلعت بالظبط زي ما بيقولوا كده، اتقل تاخد تاخد حاجه حاجه نضيفة. نظيفه. بالظبط، فطلعت مع الشرطه. بالظبط. طلعت معاهم. المهم اول حاجه دخلنا حاجه زي كده، دخلنا شفنا بقى ايه الشقه، عشان الناس تتخيل معايا المشهد. طولي يمين صاله، تمام، 3 غرف على الشمال وغرفه في الوش والمطبخ والحمام بجانب الصاله. هتلاقي شمال ويمين. ففي الصاله لقينا نجمه داوود مرسومه وشمع اسود. تمام، يعني اقول لك ايه، رومانسيه عفاريت. شمع اسود؟ طبعاً. يعني ايه الشمع الاسود ده؟ الشمع الاسود ده محتاج بودكاست لوحده، محتاج حلقه هو مش كاملة. مش شمع زي بتاعنا؟ لا لا، محتاج حاجه تانية خالص. موضوعا يعني زي ما بيقولوا كده يطول الحديث عنه. مهم. فشمع اسود مرسومه نجمه داوود بالدم. تمام. كومه قطط مفصوله الراس عن الجسد. تمام. زي ما بيقولوا كده 20-25 لتر لبن مليان بدم وبحبر. مليان بدم وحبر. حبر عادي ولا زعفران؟ بصراحه ما اعرفش، انا مش دكتور تحاليل. انا شايف حاجه سودة جوه ازازه اللبن. انا كفايه كان عليا الريحه بتاعت عارف انت اللي هو ايه، ريحه الموت. كل واحد يقول لك انا شميت ريحه الموت، انا فعليا شميتها. مكان يقبضك ويوقف قلبك. شعر جسمك ده ما شاء الله، ولا اجدعها كريم جيلي يوقفه 10 سنين من رعب. قدام. بالظبط. فلك ان تتخيل، والشقه مظلمه، يعني كحل. انت داخل شايف بصيص من الامل والنور، بس هو انت مش امل ونور، انت اخرك امل ونور جمعيه مكفوفين مفيش بعدها. خالص. طب كنت تسحب نفسك واطلع. اسحب نفسك واطلع كانت للبني ادم العاقل، لكن الفضول اللي جواه خلاني اخش. طب في اللحظه ومين دي بعدها ماشي. اللي ابويا وامي ما عرفوش يربوهولي من عرفته وانا من الشقة. صغير، اتربيته هنا. طب في الوقت ده الشرطه كانت بتعمل ايه؟ فاكر؟ الاجراءات الطبيعيه، لان بلاغ حد ما مش موجود كذا 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 كذا. ايوه بس ده لو شخص عادي، لكن لما دخلوا لقوا المنظر اللي انت شفته ما كانش عادي. بص هو كله كان متمسمر. هو بص هو الطبيعي ان احنا بنتكلم كده، هو كل اللي موجودين كده، امم كل اللي موجودين كده، ما حدش فينا بينطق. اوكي. عارف انت اللي هو شطرنج، ما حدش فينا بينطق. كله ساكت، محدش صنم عارف ايه. ثبت صنم. طب من معلوماتي ان الناس دي بتبقى مشهوره في المناطق دي. اه، بس ما كناش متخيلين انه بالبشاعه دي، مهم. مش بالبشاعه دي. طبيعه لقينا كتاب اوريدي موجود. احنا عارفينه. اه، اللي انا عملت له حلقه. ده الكتاب الحقيقي بقى. طيب يا شمس المعارف. لا، شمس المعارف بالنسبه له مجله ميكي. ايوه يعني هو ده من المجموعه. ده كتاب منفصل تماما. الكتاب ده يعني الكتاب ده اتعمل فيه ايه بعد كده؟ تم اتلافه. مين اللي اتلف؟ شيخ. تم اتلافه. تم احضار شيخ واتلفه. تهيألي الشقه دي ما تنفعش للسكن تاني خلاص. مستحيل. ده العماره كلها اصبحت غير قابله للسكن. بسبب. طبعا. وطبعا كان ليه موردين ويا شيخنا ويا مولانا بص هو كله كان بيترعب منه لدرجه ان هو ملوش مريدين. ايوه يعني اللي بيعمل ده بيعمله ليه؟ يعني هو اكيد كان ليه اللي موردين. بيروح له مره ما بيروحلوش التانيه خالص. بيروحلوش التانيه من شده الرعب اللي بيشوفه. المهم احكي لك على التفاصيل. دخلنا اول اوضه،
كمية ازايز لبن ونجاسات وحاجات كده كتير من اللازم منه، تمام، ومن اللي قلب اي عفريت ينشرح ليها كده ويحبه. كل الحاجات اللي طلبت منه عملها يعني. بالظبط. تمام. آه الأوضة التانية ما ينفعش أقول اللي فيها خالص من شدة البشاعة. طيب هنقول حاجه بسيطه، تعرفي الاوضه دي فيها ايه؟ من شدة البشاعة صدقني مش قادر أقول. الموضوع بشع لدرجة عشان الناس حتى ما حدش يتصدم. طب ماشي، يعني انا هعرف حاجه بسيطه. قول لي الاوضه دي كان فيها ايه. طيب هسالك كام سؤال. الاوضه دي اللي كان بيحضر فيها؟ لا دي تحضيرات التحضير. بمعنى زي الشيف لما بيجي يعمل الأكل بيقسموا خضار، حاجات نية لسه بعد كده تخش تتقطع تتجهز عشان يطبخ. مهم. فدي مرحلة الني لسه بقى في الأول. اعتبرني مش فاهم، فهمني اكتر. بمعنى السحر عشان لما تيجي تنفذه بيبقى بتجيب قائمة الطلبات، بعد كده تحضير الطلبات، بعد كده التحضير والعمل النهائي مهم. اللي هي المرحلة الرابعة. دي كانت المرحلة التانية، تحضير الطلبات. هنقول مثلا لو طلبت مثلا القطط اللي احنا بنشوفها والكلام ده، اوكي. بالظبط. بس احنا الموضوع في الغرفة دي كان أكبر بكتير من كده. يعني هي كلمة واحدة، أطفال. واو. وكميات او اعداد. مش هقدر أقول. وبالطبيعه اكيد دول مفقودين من اهاليهم. ما أقدرش أجزم بهذا الأمر، معرفش. طيب الاوضه دي مين اللي دخلها؟ أم لا إله إلا الله اللي كانت موجودة في نفس الوقت. حد شك ان ممكن الطفل ده يكون ابن حد او حد معروف؟ بص ده مش من حق أعرف المعلومة دي حاجة تختص بيها الجهات الأخرى مش أنا. مهم. تمام. الغرفة التالتة بقى وهي الرعب المطلق بالنسبة لنا. إيه، أحشاء الأطفال دي كانت موجودة في الناحية التانية، كان بيتم كتابة الأسحار بيها. يعني الناحية الأولانية هي الأطفال ولكن متفرغة من أحشائها والناحية التانية أحشاء الأطفال دي. بالظبط. الراجل ده مات ازاي يا أحمد؟ متعرفوش؟ لا شفناها ويا ريتنا ما شفناها، مم. يا ريتنا ما شفناها. طبعا كل ده وريحة الشقة لا تطاق. بص هقول لك ايه، يعني عشان اجيبها كده زي ما بيقولوا بالبلدي 40 شراب منتن في نفس الوقت. ده تعبير كده، يعني ده تعبير كده. اللطيف ده كده يعني. بص انا كده بقول لك ان احنا راشين سبراي ديور ده كده مقارنة شوية. بأرض الواقع. مم. هو أصلا أنا معرفش ازاي كان متحمل يقعد في حاجة زي كده. بص الانسان اللي بيبقى في المرحلة دي بيوصل لجزئية ان هو بيتغافل وبيقنع نفسه ان دي روائح طيبة ارضاء للجن والاسياد و زي ما بيقولوا كده ايه، العقل عنده تعطل، هو أداة تنفيذ، آلة تنفيذ فقط. وبعد كده دخلنا شفنا بقى الشخص ده. هقول لك أبشع موتة ممكن حد يشوفها في تاريخ الكوكب كله. هو ميت، عينيه كلها بيضة، جزئية القرنية دي مش موجودة، أبيض، باصص للسما، على وشه أبشع علامات الرعب، متخشب ومحروق، والكتب بتاعت السحر مرمية تحت رجليه، والشموع، وهو قاعد على كرسي وسط نجمة داوود. ده في الصالة. ده لا ده في الأوضة التالتة. هي نجمة داود مرسومة في كام أوضة؟ مرسومة في الصالة ومرسومة في الأوضة الأخيرة اللي في الوش. أوضة الأطفال وأوضة الأحشاء ما فيهاش حاجة خالص. مهم. ما كانتش مرسومة على الأرض لكن كانت مرسومة على الحيطة. عارف تحس ان هو ايه، جاله عفريت مهندس ديكور فقال له والله معلش كان بيعملها نغير. فقال له معلش نغير، معلش احنا استهلكنا الطراز ده، لا معلش حطها كده شكلها كده اشيك. وهو ميت في الأوضة اللي جوه. اوكي. بص هو ميت على الكرسي كده، بقه مفتوح كله ابيض، سنانه كلها بيضة،
جسمه كله محروق. اقول لك شفت ايه؟ شفت انت حته اللحمه المشويه لما تقعد على الفحم تقرقش، تلاقيها بتقطم كده. لما كنا بنلمسه كان بيتكسر. خلاص الراجل بقى رماد، بقى رماد. مش رماد. شفت انت لما بيقول لك ايه في السندوتشات تلاقي بيكن كده وتك تكسره، تمام؟ هو كان بيقرش كده، ما تفهمش هو تقريبا يعني ده ميت موتة بريسكت، ده اسمه ده سموكت. الراجل بقى ميل. المرحوم مات سموكت. الله ازرق. الغريب من اكتر من كل ده ان لما جم يشيلوا جثته كان اتقل من ان 15 فرد يرفعوه. ورفعوه ازاي؟ سمينا الله ورفعناه بقى خف الريشه. نبص تحتيه مفيش اي اثر للاحتراق تماما، الكرسي سليم. يعني الراجل ده النار طلعت من جوه لبره مش من بره لجوه. من جوه لبره، زي ما بيقولوا كده الاحتراق الذاتي. لكن ده كان موضوع ابشع من كده. ده تقريبا جليم جاز، ما ماتش احتراق ذاتي. ده خلاص باص. وبعد كده خدوا الجثه ونزلوا بيها الاسعاف. بعد سادس عربيه اسعاف. العربيه السبعه هي اللي قبلته، 6 ما قبلوش، قال لك شكرا. طبعا الراجل زي ده ملوش اهل، حتى لو في اهل كله متبرئ منه. هيتم خلينا نتفق ان شخصيه زي دي ازاي هيتم التعامل معاها. الاجراءات الحكوميه مش هقدر اقول لك ان انا اللي فاهمها، حلو، مش هقدر اقول لك ان انا فاهمها، لكن انا بتكلم على اللي شفته ان 7 عربيه هي اللي جت خدته، 6 عربيات رفضوا. قال لك مش هنشيلها، جينا بقى طبعا الفضول اللي انا كنت استاهل في وقتها 100 ضربه شبشب على وشي. ادي الفضول يا عم، ايه ادي اخرة الفضول. هي اخرة الفضول زفت. مش هقول لك اخرة الفضول حلوه ولا وحشه، لا، هي اخرة الفضول زي ما بيقول لك ايه، 90 قلم على غفله. مش هتصحى الا بعد ما تاخد ال 90 قلم دول، الا بعد ما فعليا هتدرك ان حصلت مصيبه في حياتك هتفضل ملازمك لحد اخر عمرك. هتفضل مع المصيبه دي. جينا بعدها عشان طبعا ندفن الراجل ده، مفيش تربه راضيه تقبل. انت ايه اللي وقفك في القصه دي؟ ما انت خلاص خدت. ما هو انا بقول لك بقى الفضول. كنت عيل صغير مجنون حشري، تمام، عايز 90 جزمه على وشه عشان يبطل الفضول ده. انت فضلت معاهم لحد ما هيدفنوه؟ بعد كده جينا ندفنه، مفيش تربه راضيه تقبل. يعني ايه مفيش تربه راضيه تقبل؟ الترب الطبيعيه بيبقى عباره عن قفل وباب بتفتح وتحط الميت وتمشي. فك القفل، الدنيا حلوه، المفروض ان انت هتسحب وتفتح لا، ما بتفتحش. هي فاضيه، المفروض فاضيه، ما بتفتحش، ما تتحركش من مكانه، مع ان القفل متشال والرزه جايه الاخيره، تيجي تشد بقى ما تشدش. كام تربه؟ حوالي 10 او 15. والتربي اللي معاكوا عارف ده؟ عارف ان دي مش قابلاه؟ التربي كل ما تحصل يلا مش قابلاه. الاهل اللي جوه مش عاوزين. وفي الاول وفي الاخر هي مقابر صدقه. مقابر صدقه. المهم جينا اخر تربه، خلاص تعبنا، عمالين نلف ونشيل ونحط وندور. جينا على اخر تربه، حطيناه بالكفن بتاعه وقعدنا مريحين بره. طبعا احنا كلنا مدخنين. دفنتوا الساعه كام؟ طبعا يعني الراجل ده دفناه على قرب المغرب. انا بكلمك ان الحوار ده بدأ من الصبح. انتوا عارفين ان المغرب منهي عنه في الدفن. ماشي، بس ده لازم، زي ما بيقولوا ده لازم تتخلص منه، ده شر وبلا، حتى وهو ميت شر وبلا. انت متخيل ان احنا في الوقت ده كنا في عز الشتاء، شهر 1، طوبة اللي بيخلي الصبية كركوبة، وعز التلج، درجة الحرارة ان احنا قلعنا الجواكت. في ناس وقفت بالتيشيرتات، وفي ناس قلعت التيشيرتات بقت واقفة بالكلسون صهد من الحرارة. انت حرفيا فاتح فرن واقف قدامه. ازاي؟ ما تسألش، انا نفسي مش عارف. في اوبشن مش مفهوم من شدة الحرارة. ودفنتوا الراجل؟ لا، حطيناه بقى
يعني طبعا احنا كلنا مدخنين، فطلعنا نشرب سيجاره، خلاص حطيناها على باب تربه، وفجاه لقينا صوت جاي من ورانا، سيبوه وامشوا ومحدش يبص ورانا. طبعا عقبال ما كملت الجمله دي، انا مش هقول لك بقى ابو قلب حديد وابص ورا، إيه؟ مش الجري نص الجدعنه. والتربي فين؟ ايه التربي؟ لا ده كان اول واطي جري. تخيل انت نفسك في المقابر واحد بيقول لك سيبوه وامشوا. يعني ده اول واطي جري، انا الحمد لله تاني واطي جري. جريت وخلاص. عارف انت مش بيقول لك ايه الجري نص هو الجدعنه، كل والنص الجدعنة. والنص التاني تشتم في الخناقه وتجري. ما هو ده مفيش حل تاني كده. ده انا كنت بجري وبشتم وبحاسبن عليا وعلى اليوم اللي دخلت فيه المجال ده، وعلى ان انا دخلت الجامعه اصلا. هو طبيعي يا احمد، دي ضريبه هتدفعها. بص انا خلصت قاموس زي ما بقول لك ايه، خلصت قاموس الشتايم والدعاوي العربي ودخلت على الانجليزي، خلص قمت داخل على الفرنساوي. مفيش حاجه تاني. لا في لو على لغات تانية ماشي مش مشكله، بس التايم ديوريشن اللي احنا كنا فيه كان لا يسمح باكتر من كده. وجريته. وجريت. وانت ساعتها مش قادر تنسى كل حاجه. مستحيل. حصل لك ايه بعدها؟ 5 ايام من غير نوم، لدرجه ان جاني انهيار عصبي. ليا صديق يعني عزيز عليا دكتور اداني منوم. عرفت بقى ان الفضول وحش؟ انا مش عرفت، انا اتاكدت وبصمت بال20. يعني انا واحد من الناس عارف ان الفضول وحش، بس مم. لما بتخش المجال ده وتشوف بنفسك هو فعلا الفضول قاتل. بص هقولك على حاجه. هات اشد افلام الرعب، اشد افلام الرعب اللي الناس كلها بتترعب منها، عايز اقول لك ان ده زي ما بيقولوا كده بلغتنا بتوع السينما بروفا. مين اللي انت شفته؟ بالظبط ده بروفا. في بقى مواقف كوميديه، عشان الناس ما تفتكرش ان الحاجه دي برضو فيها رعب كتير قوي وما فيهاش حاجه كوميديه. كنت بصور فرح من الافراح. ده موقف انت حكيته لي على فكره في اللايف، وده كان من الحاجات الغريبه المرعبه بالنسبه لي. موقف كنت بصور فرح في السعوديه، فالمهم داخل الفرح والدنيا حلوه، قال لك العريس هيبقى الساعه 4. انا قلت ماشي تمام زي الفل والدنيا لافلي. رحت الساعه 4 لقيتش حد في القاعه. عارف انت اللي هو القاعه ايه، فالمفروض العريس ان هو هيجي الساعه 4. رحت القاعه مفيش حد، مفيش غيري انا والشباب بتوع التجهيزات بقى اللي هيجهز الصوتيات اللي مش عارف ايه. أذن المغرب، لقينا لا اله الا الله في ثانيه. كله جه بعربياتهم بحاجتهم. طبعا بحكم ان انا قعدت فتره طويله بشتغل في اعلانات العربيات، فجاه لقيت بشوف عربيات ليميتد اديشن بتاعت ناس مخصوصه يعني. لو انتوا جبتوا الحاجات دي منين؟ تمام. ولقيت بقى لا اله الا الله داخله وناس فرحانه ومبسوطه، والاهم من كل ده ان هم صلوا المغرب. ماشي ده كويس. صلوا المغرب ودخلوا. المهم فجاه لقيت قاعه مفروض انها تتناسب فقط مع 1000 فرد. بالمناسبه الافراح في السعوديه بيبقى القبيله والدنيا كبيره، الموضوع مش صغير، مش زي عندنا هنا في مصر 200 300 فرد حتتين جاتوه سلام عليكم. لا ده كان موضوع كبير. وفجاه تلاقي الخناقه في الفرح على سندوتشين البولوبيف. لا الموضوع هناك كبير. الموضوع هناك كبير قوي، اللي هو والله كبرت الموضوع يا شباب. فجاه لقينا القاعه المفروض ان هي 1000 فرد، بس انا شايف فيها على شوفة العين عشان الناس تركز، لان في معلومه بعد كده صادمه، على شوفة العين ان فيها بتاع حوالي 2003 من الزحمه والنفس. الزحمه والنفس، وقلبت حراره بصهد غشيم. التكييف نازل على درجه حراره 14 ومولعين بنعرق. حلو الكلام. المهم بدأنا نحط الكاميرات ونجهز، انه فجأة بقى بعد ما شغلنا الكاميرات وهنا بقى ايه، انا سكت من الرعب. الكادر العفش موجود فيه، الديكورات كل حاجة، المبخرة كل حاجة موجودة، ما عدا المعازيم. لا المعازيم ولا العريس، شكرا. يعني انت في عينيك شايف في كل حاجة، تاخد شوت مفيش هنا فاضي. انا قلت يمكن انا ايه كاميرا باظت، وده قدر الله. باظت ايه؟ الكاميرا شايفه كل حاجه ما عدا الناس يعني. بالظبط. انا قلت يمكن هيست، بتحصل
عادي، ممكن خدت على فريم وقفلت عليه والسنسور معلق عليه. فقمت مطلع الكاميرا الجديده، كنت لسه مستلمها، تمام، وقمت مسطبها مكان التانية واصور نفس الموضوع. استغفر الله العظيم يا رب على الليله الكوبيا اللي انا فيها دي. عارف انت اللي هو واحد داخل متاكد ان هو على ليله سودة، ده افظع من الليله السودة. كان المصورين التانيين اللي معانا برضو بيحكوا في نفس الموضوع. طبعا احنا كل واحد ما كانش عايز يقول للتاني، بس بعد كده طلعنا بصينا لبعض في حاجه غريبه. كل واحد عارف اللي بيحصل وشايف، بس مش هيقول للتاني. عارف انت اللي هو في حاجه يا عماد، ده ما ادري رقبتي بس. رقبتي ملوحه يا جدع، هو ده. كلكم نفسكم مش في حاجه غلط. المهم بعد كده بصينا لبعض وقلنا ده انا في عندي كذا، ده قال لك طب انا نفس الموضوع، ده انا نفس الموضوع، ده انا نفس الموضوع. هنا انا قلت لهم بقول لكم ايه، بطلوا هبل، انتوا شكلكم من قله النوم وضغط الاوردرات هيستوا، انتوا ما بقيتوش شايفين. انتوا تعملوا ايه؟ تشربوا لكم كوبايه شاي حلوه، واللي عايز يطلع يشرب سيجارته يطلع يشرب سيجارته ويرجع. ماشي تمام. المهم جينا على وقت صلاه العشاء، صلينا العشاء، فانا بقول يا اخوانا طب ما هو لو عفاريت، اما موضوع الصلاه فيه يعني في حاجه غلط فيه. خد بالك ان انت لحد دلوقتي المفروض مصور افراح ما خدتش ولا صوره. بالظبط. انت جيت ما عملتش ولا حاجه من اللي مطلوبه منك. ما انا في موقف لا يسمح ان انا مش هشتغل مصور، ما ينفعش ان انا ابقى كبابجي. مفيش. تمام، انا بتفرم، فاهم؟ انا شايف في حاجه غلط. المهم الا اللهم اصحابنا اللي موجودين وفرقه المزيكا دول بني ادمين. دي الحاجه الوحيده اللي انا كنت متاكد انها واقعيه. عارف انت لو انت بتخبط على حد كده تقول له موجود موجود موجود، هو ده معاك، دول اللي موجودين بس. المهم بعدها انا خلاص بقى تيقنت ان الامر كده كله غلط، بس انا خليني ايه ساكت. ما انت مش هتطلع على الباقيين خلاص، انا لو رعبت حد هيتلبس، انا اوريدي متاكد ان هو هيتلبس. المهم انا لاحظت حاجات غريبه، الناس ليها اطوال مش ولا بد. عارف انت فجاه تلاقي واحد طويل 2 متر و30 2 متر و40، ده مش طول طبيعي. اللي هو في ايه اخوانا، انتوا جايين من افريقيا وجايين من افريقيا من جوه من مجاهل افريقيا دي مش اطوال حد من شبه الجزيره بالظبط. يعني الموضوع والله ولا اطوال حتى نخل، يعني دول تقريبا هم اللي كانوا بيقطفوا النخل من فوق. المهم جينا بقى على الفقره اللي كانت مرعبه اكتر، فقره العشاء بعدها المزيكا. دخلنا على فقره العشاء، انا خدت بالي من حاجه الباقيين ما حدش خد باله منها. احنا شايفين ان في ناس قاعده بتاكل بايديها بس بسرعه عاليه. كله بياكل بسرعه عاليه مرعبه. عارف انت اللي هو ايه، طبيعي ان انت بتاكل، يعني مثلا لما بيكون شخص في الخليج بيمسك الرز وبيكور كده وبياكل، لا ده كان بسرعه، هو بالسرعه دي انت مش لاحق تشوف. عارف انت انا خايف اكل، بس بصراحه مش هكدب كان الاكل يمكن احلى اكل اكلته في فرح في حياتي وكلته. تمام، زي ما بيقولوا كده الخازوق الذي ياتي ما بعد الفرح، اللي هي فقره المزيكا المفروض ده بعد العشاء على طول بالظبط. ايه هي بقى؟ ان الناس طلعت والاكل ستيل زي ما هو، يعني الاكل كانه ما اتاكلش، شكرا، وسخن وموحوح. عارف انت اللي هو ايه، مقولة عادل امام يضرب في الخلاط ضربا مبرحا حتى يستغيث. ده كان مخي وكده كده انت خلاص انت واخد مخك ان الاكل ده الاكل الوحيد اللي اتاكل اللي كانوا البني ادمين بياكلوه، ده تمام، ما فيهوش اي حاجه. تمام، الباقي كله ستيل سليم زي ما هو. وبعدين طلعنا بقى على ايه؟ المزيكا، الخازوق الاكبر، فقره المزيكا. في نوع من انواع الموسيقى في السعوديه او في الخليج بشكل عام اسمه الخبيتي. الخبيتي نوع بيستخدمه الطيران والدفوف و تمام، ونوع من انواع الفولكلور السعودي. بصراحه انا بحبه بشكل شخصي، يعني انا بحب اسمعه بحكم ان انا مولود هناك، فعارف انت المتطبع بهناك برضو شويه. المهم النوع ده من الموسيقى
او العزف لو اتلعب بسرعة معينة، اللاعبين المحترفين فقط فيه عارفين ان لو وصل للسرعة دي هتبدأ مرحلة تحضير الجن، ده حتى لو في فرح بني ادمين عادي. لو وصل للسرعة دي بالظبط، هتبدأ مرحلة التحضير. حتى كان في فيديوهات منتشرة، ناس في الصحراء بتسمع فن الخبيتي او دق الخبيتي، او زي ما بيسموها الزير يعني في اهل الخليج بيسموها الزير، بيسمعوا الزير ده في الصحراء. يعني هو اصلا عبارة عن قريب من الموسيقى الحربية او ايقاعات الطبول الحربية اللي كانت بتستخدم في الحروب زمان، لدرجة ان هو انتقل لمرحلة انه بقى حاجة تراثية. بعدها الناس دي كانت قاعدة بتلعب، فكانت بتلعب بنوع من انواع الدفوف جلد صعب ان انت تقطعه بسكين. العازفين بقى فيهم باور غير طبيعي، لدرجة ان هم زي ما بيقول لك ايه، قطعوا 4 طيران كاملة. 4 دفوف. 4 دفوف، تمام. فانا فجأة لقيت ببص للراجل يعني او اللي هو رئيس الفرقة، فبقول له يا ابو فلان ايش فيه الليلة هذه؟ ما تبي تمر على خير؟ ترى هذه الليلة فيها شيء. بص لي كده، اللي اقول لك دفدف الليلة معانا، ترى هذه الليلة ما بتمر علينا مر الكرام. عدي ليلتك. خلنا نخلص من الليلة هذه، ننقلع من هنا ولا عاد نشوف وجهة القاعة هذه. لو ناخد بعضنا اجري زق معايا، زق عجلك في الليل، عدي يوم خلينا نخلص. بالظبط. قطعوا 4 دفوف، ودي صعبة. الناس اللي كانت بترقص بيرقصوا في مساحة تتجاوز 400 متر، تمام. الإنسان الطبيعي عشان ياخد اللفة في الجزئية دي بيسموها الدارة، تمام. بتبقى زي أرضية كده مستطيلة زي الملعب، وبيلف حواليه، تمام. وبيرقصوا فرق العزف و الإنسان الطبيعي هياخد ما بين 5 دقايق ل6 دقايق عقبال ما يلفها، تمام. عايز اقول لك ان في خلال ال5 دقايق اي حد كان بيرقص كان بيلف الدارة دي يمكن 40 ل 42 مرة. بيلف بسرعة عالية جدا. بيلف بسرعة عالية جدا. انت قلت انت يعني الموقف ده يعتبر اشبه بموقف نور التجار الكويتي. بالظبط. انت دلوقتي بيقولوا اللي هي الدارة اللي بيلفوها في قاعة حوالي 400 متر. بالظبط. حلو. المفروض الانسان الطبيعي هيلفها مرة كل 5 دقايق او 6 دقايق مرة واحدة. ده بيلفها من 40 ل 42 لفة في ال5 دقايق. ويلفها لي اصلا. هو نوع من انواع التقاليد في السعودية، بيرقص بالسيف اللي هو تحية للعريس والقبيلة واهله و تمام. ماشي. وبعدين فبيلف بسرعة مش طبيعية. انا قلت يمكن انا اتهبلت، انا بحاول اقنع نفسي ان انا اهطل اسهل من ان انا اقنع نفسي ان انا في فرح عفاريت. اوكي. فحرفيا شفت السيناريو بتاع الطجاجة نورة، انا كنت في نفس السيناريو بس بشكل متوازي. ماشي. وبعدين اللي حصل ايه؟ بعدين اتفاجئنا ان في واحد من بتوع الفرقة اتلبس في نص الفرح. تمام. قام قايم منزل الغطرة على دماغه وعمال يرقص كده، تمام. فواحد منهم طلع بصوت رعب لا اله الا الله، رعب العفاريت نفسه. يقول له ارجع من مكان ما جيت. يقول له انا جايكم من البحر، جاي اعزز لكم، جاي افزع لكم، اللي هو زي ايه، جاي جامل. ده بتاع الفرقه اللي اتلبس ده العفريت اللي لابسه. اوكي تمام. عارف انت اللي هو ايه، حماده هلال في نفسه، انا جاي اجامل ومروح. ما هو ده. تمام. فالصوت اللي اتقال كان جهوري لدرجه انا اتمسمرت في مكاني، زي ما بيقول لك ايه، في حد اداله قلم فاق. انا بقيت كده ما اتحركش. الفرقه نفسها وقفت عزف. الناس يعني اللي كان ماسك الدف وكان ضارب كده، تمام، ده ايده ثبتت، واللي كان لسه في الهواء ايده ثبتت برضه. قاع كلها سكوت. كهرباء. كانك انت عامل فريز للفريم، مفيش حد بيتحرك الا الاتنين دول. الكلام ده قبل صلاه الفجر بشويه. جينا على قبل صلاه الفجر بحوالي 4 دقايق قبل الاذان، الشخص اللي اتلبس ده قام وقف، لان الطيران الجلد اللي بيتلعب بيها ده جلد طبيعي، فلازم تتحط على جمر عشان تسخن. لقينا الشخص ده قام وقف على الفحم وهو مولع.
المفروض ان هو لابس شراب، نزلوه من فوق النار، يعني بقيه الفرقه نزلوه من فوق النار وشرابه ستيل سليم، مفيش حرق، مفيش لسعه، مفيش حاجه، هو خلاص ده اتمس. ده اتمثل. بعد كده جه راجل كبير منهم. انا الحاجه الوحيده بقى اللي لاحظتها ان في ناس منهم عينيهم بالطول وناس عينيهم دائريه زي البني ادمين. ناس مشقوقه زي القطط. اه لا مش القطط، جدي جنب. تمام. وفي ناس عينيهم دائريه وفي ناس بالطول، مختلفين. مختلفين. بس انا لاحظت ان كان اكبرهم اللي عينيه دائريه، عارف ليه احترام وهيبه كده، هنقول شيخ البتاع. بالظبط. فجأة جه عند الراجل الممسوس ده، قعد يقرأ عليه قرآن في نص المكان. فجأة لقينا الراجل ده بيتمرمغ، وبعد كده قال له قوم ترى ما بك شيء، قوم روح لأهلك. ده الواد اللي في الفرقه. يعني الشيخ بيقول له كده قوم روح لأهلك ولا عاد ترجع هنا مرة ثانية. من بعدها الراجل ده بطل أصلا، بطل عزف. تمام. لدرجة ان هو نقل من المدينة اللي احنا فيها لمدينة تانية في اقصى السعودية. تمام. جه على اذان الفجر، ناس منهم اختفت وناس فضلت صلت الفجر. مجرد ما طلع النور كانش فيه ولا بني ادم. وانت كل ده ولا صورة ولا صورة، بتعملوا ايه؟ مفيش رؤية اصلا، هو انا مش شايف. انا من كتر اللي انا شفته انا مش مركز. احنا يعني بص، عارف انت اللي هو ايه، احنا بنقنع نفسنا ان احنا شغالين وان الكاميرات سليمة، بس احنا اللي هبل. وبعدين مجرد ما أذن الفجر صلينا. تعرف وقت الصلاة كان فيه هدوء وأمان. عارف انت انت يعني مش بني آدمين حواليك وفي بني آدمين، بس احنا الاتنين مجتمعين على حاجة واحدة، ان احنا بنصلي لربنا. الله أعلم بقى بيصلوا معانا دول ايه. طبعا أمر لله وحده، يعني مش تبعنا احنا. وبعد الصلاة بعد الصلاة فجأة لقينا الناس دي اختفوا. صواريخ أرض جو. خدتوا فلوسكم ومشيتوا. لا احنا بصراحة لقينا ظرف محطوط فيه الفلوس. تمام. طبعا ما حدش فيهم كان يعرف اسمنا الثنائي، هو المكتب الفلاني ودول الناس بتوعه. فجأة لقينا ظرف كل واحد محطوط له 5000 ريال. ما اشتغلتوش. ده غير فلوس الفرح نفسه، ده غير المكتب. انا عايز اقول لهم يا اخوانا لو في افراح عفاريت كرة تانيين صدقني ما من فضلكم انصحكش. نزلونا. ما يعني انصحكش يا ابني والله. يعني انا لا فلوسهم مغرية. بس كفايه انك عايش في رعب. بص هو مش هو رعب، بس والله كانت اكسبيرينس حلوه قوي. الفضول يا احمد. بص انا كائن فضولي، الفضول بيودي في داهيه. في بلاوي، في دواهي. بس اللي اقدر اقوله من توتال التجارب بتاعتي، ما تفكرش تخش العالم ده، لان العالم ده والله وبأيمانات الله كلها مش لطيف. او خليني اقولها لهم كده زي ما بيقولوا باللغة العربية الفصحى. تمام. هذا العالم ليس لأي شخص وليس مسموح لأي شخص أن يدخل هذا العالم. هذا العالم قد حجبه الله تعالى عنا، فليس مصرحا لنا بكل الأديان السماوية التعامل مع هذا العالم أو الاقتراب منه بأي شكل من الأشكال. فهذا العالم يختص به الجن وحده، والله تعالى أعلم به. كما عالمنا عالم البشر نحن نختص به، والله تعالى أعلم بنا. ونرجع نقول كما قيل في الكتاب الحكيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا يا ابني لساني دلدل والله العظيم في الموضوع ده، والله لساني دلدل في الموضوع ده. نورتني يا أحمد حبيبي. أنا مبسوط يا عم. كلمنا كتير قوي، بس كان لسه في حاجات تانية، بس الفكرة في الوقت. خليها في لقاءات تانية، احنا مش هنروح في حتة بعيد. بالظبط. نورتوني كلكم، ونورتني يا أحمد. وأتمنى البودكاست عموما سواء اللي فاتت ودي تعجبكم. كلام ما بيخلصش في العالم ده، ودايما النصيحة اللي بنصحها يمكن اللي أحمد قالها: اوعى تخش في حاجة مش بتاعتك. أتمنى تكون عجبتكم. متنساش تعملوا لايك وسبسكرايب لو أنت على تيك توك وعلى يوتيوب، وسلام عليكم.